السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم واحد الدجاجة كتجي بنينة ورائعة معمرة وطيبة في الفران مع واحد الحشوة اللي واعرة تستاهل التجربة والمذاق. يا سلام مع الخضرة اللي كنفورها، وكيجي واحد الطبق اللي هو متكامل وصحي. وكما قلت لكم الحشوة راه اقتصادية جدا، ولكن راه المذاق راه لا يوصف. تبعوا معايا المقادير حتى الاخر. هنا غادي نحتاجو المطرد، واحد المعلقه اللي كتكون كبيره، وعندي صوص صوجا، عندي تقريبا هنايا واحد 3 المعالق كبار. عندي واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال سكنجبير، وعندي معلقه صغيره عامره مزيان ديال الثوم بودره، نص معلقه ديال البزار، وعندي الملح على حسب الذوق، وعندي معلقه عامره صغيره ديال الخرقوم البلدي، وعندي راس المعلقه ديال السمن كيعطي واحد المذاق رائع متشبعوش منه. وكنزيد شويه ديال الصلصه الحاره اللي عنده الحار الهريسه، ممكن يدير واحد نص معلقه صغيره. وعندي هنايا تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الزيت المائده، وعندي عصره ديال نص حامضه كامله، غير النص. وكنضيف هنايا واحد الضامه ديال الزعفران، اللي عنده الزعفران شعراني ممكن يستعملو. عندي الضامه ديال الزعفران صافي كنخلط. ممكن تضيفوا هنايا ضانون مسوس اللي بغى الشرموله او لا هذه تكون عاقده وتكون كثيره، ممكن تضيفوا ضانون مسوس كيجي زوين. اللي ما عندوش كيكتفي غير بهذا الشيء وكتجي راه واعره، كتجي يا سلام. نحتاجو الدجاجه ديالنا اللي كنكون غسلتها من قبل من طبيعه الحال بالملحه الحرشه، باش كنحيد منها دوك الجلوفه اللي كيكونوا اللي كتكون بيضه من الداخل من بين الجلده والدجاج. كنغسلها مزيان بالحامض وسكنجبير والثومه اللي كتكون صاينه، كنطحنها وكنرقد فيها الدجاجه، عاد كنسقطرها وكندير لها الشرموله اللي كتجي اكثر من رائعه. صدقوني عرفتي ديك الريحه ديال السمن كتجي خطيره. كنعمرها مزيان بالشرموله وكنتقب كما كتشوفوا الصدر، كندخلها ما بين الجلده والدجاج وكنخليها في هاد سميتو الشرموله تقريبا ساعه المكانه. الا كنتو زربانين ساعتين ممكن تبات، كتجي احسن، كتجي رائعه وكتدخل فعلا ديك الشرموله للداخل. صافي هنا غادي ندوز باش نصايب الشرموله اللي كتكون كنعمر الاولى العماره باش كنعمر الدجاجه اللي كتجي فعلا زوينه بزاف. كنحتاج مقله كندير فيها شويه ديال الزيت المائده، ممكن ديروا الزيت البلديه وزيت المائده، ممكن ديروا الزبده مع زيت المائده. كندير فيها البصله اللي كندوزها في الهاشوار، كتكون رقيقه على الشكل هذا، ما كتكونش غليظه. صافي كنديها ونجيبها حتى كتقلى مزيان وكطيح البصله على الشكل هذا. كنضيف ليها هنايا الكبده والعنيقات والقنصه، كنكون من قبل نقيتهم وسلقتهم في الماء مع شويه ديال الحامض باش كتحيد منهم الزفوريه. صافي كنضيفهم على ديك البصله. كما كتشوفوا راه هنايا واحد هاد العماره هادي راه كتكون بسيطه، ولكن صدقوني راه كتجي فعلا واعره واعره ولذيذه. صافي هنايا كنضيفوا التوابل من بعد ما كنقليهم. كما قلت لكم راه ديجا سلقتهم. كنضيف نص معلقه صغيره ديال الثوم بودره، راس معلقه ديال البزار، ما كنكثرش بزاف البزار، غير شويه ديال البزار، والملحه على حسب الذوق. تقريبا انا هنا درت كذلك غير راس معلقه ديال الملحه. عندي معلقه كبيره ديال صلصه الصوجا، وكنضيف ايضا معلقه ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره اللي كتكون عامره مزيان. وعندي راس معلقه صغيره ايضا ديال الفلفل الاحمر او البابريكا ولا التحميره، غير راس معلقه ما كنكثرش. وعندي هنايا راس معلقه صغيره ديال شويه ديال الكمون، ايضا ما كنكثرش باش ما كتجينيش الحشوه مره، غير شويه. كندير شويه شويه من الحاجه وصافي. المهم هنا كنقلي الحشوه ديالي على الشكل هذا، وكنضيف ليها الشعريه ديال الارز، ممكن الا عندكم الشعريه الصينيه ممكن ديروها. هنا دوزتها كذلك في الهاشوار من بعد ما درتها في الماء طايب حتى ترقدات لينا اولا دبالت لينا شويه، وكنهزها كندوزها في الهاشوار باش ما كتكونش ديك الشعريه اللي كبيره بزاف على الشكل هذا. صافي وكندمجوها مع العناصر الاولى. من بعد ما شربت لينا ديك العطريه كامله كنضيف ليها واحد الحفينه ديال القزبور ومعدنوس. معدنوس كيكون اكثر من القزبور. هنا كنكون صافي طفيت على الحشوه ديالي،
كنضيفو هو اخر حاجه، وكنخلي الحشوه تبرد تماما عاد باش غادي ندوز نعمر بها الدجاجه. الا كنتو زربانين كما قلت لكم بحالي ممكن تضيفوها، واخا هي تكون دافيه شويه، مهم ما تكونش سخونه بزاف. صافي كما شفتوا الدجاجه من بعد ما شربات لينا ديك العطريه اولا ديك الشرموله اللي درنا ليها من قبل. ضروري خاصكم تخليوها، الا غتبات ممكن كتجي احسن والمذاق كيجي واعر. ديك الشرموله كتدخل حتى بين العظم واللحم وكتجي واعره. هنا كما كتشوفوا كنعمرها مزيان مزيان. صدقوني راه عشر هاد الحشوه راه واحد الريحه فيها مع داك السمن اللي درنا لداك الدجاج راه ما يمكنش عليه ريحه. صافي هنا كنعمرها مزيان. ممكن في هاد اللحظه ممكن تشدوا الدجاجه تربطوها، اولا ممكن تخيطوها، اولا ممكن ديروها كيف ما بغيتو نتوما زعما باش تحكموا فيها. ممكن تخليوها كما درت ليها انا، راه ما خيطه ما حتى شي حاجه، هزيتها هكاك درتها فواحد المول ديال الزاج، فرشت ليه ورق ديال الالومنيوم من التحت، ودرت الورق ديال الطبخ من الفوق. كما كتشوفوا هنايا راه عمرتها مزيان كما قلت لكم باش يتجمعوا دوك الرجيلات ما يتحلوش لكم. ما تخافوش ملي طيب تبغيو تهزوها يتحلوا. ممكن انكم تكتفوها ولا ديروا لها الخيط، ممكن ديروا لها الكوردون، دوك لي كوردون ديال الشوا الكبار باش تشدوا بها الرجيلات. كما قلت لكم ممكن تخليوها غير هكذا راه كتجي زوينه الا كنتو غديروها غير الافراد ديال الاسره ديالكم. يعني ما كاين لا بريستيج لا والو، تحتاجوش انها الدجاجه تكون فعلا واو. مهم المذاق. كندوزو هنايا غادي نحط المول كما قلت لكم اللي فرشت ليه ورق ديال الالومنيوم. والطبخ ما ديروش دائما، ما ديروش الاكل ديالكم ديريكت مع الورق ديال الالومنيوم حيت كيطلق دوك السموم ديالو. دائما تبقاو تسبقوا ورق الطبخ. وغنغطيه كذلك بورق الطبخ من الفوق، غندور ليها مزيان. وفي هذا الاثناء غادي نشعل الفران باش يسخن ليا ديك الشرموله اللي بقات يسخن مزيان. وغادي ندير فيه الدجاجه، ومره مره غادي نبقى نطلع على الدجاجه، يعني ما تجيش تخليوها تدخل الفران وتمشي، ولا مره مره كنبقى نطلع عليها كنتقبها باش كيخرج داك الدم كامل اللي كيكون في الدجاج وكيدخلها الطياب من الداخل. على هذا الشكل هذا صافي كندخلها للفران. وغادي ندوز باش نصايب الخضره ديالي اللي كتشوفوا قطعتها على شكل طولي. كديروا اي نوع د الخضره عندكم، كنديروا دائما خيزو داك الخضره اللي كتشد لنا الطياب. من الاحسن انا كتعجبني الخضره مفوره دغيا كتفور وكتجي بنينه صراحه. وبالنسبه للدجاج كما قلت لكم مره مره راه كنقلبو فاش كيطيب كيطلق لنا ديك المريقه ديالو من التحت. كتكون الدجاجه عامره بالمرقه. سمحوا لي هذا المقطع راه ما صورتوش حيت وقعت لي واحد الكارثه في الكوزينه، داكشي علاش ما صورتش لكم داك المقطع فاش كنكون كنحيدها وكنحطها في الطبسيل اولا في طبق ديال التقديم. كتطلق لينا ديك المريقه كنبقاو نتقبوا الدجاجه حتى كنشوفوا مابقاش خرج منها الدم. تقريبا انا خدات ليا ساعتين ديال المكانه بالضبط حيت الدجاجه شويه كبيره وكتكون طايبه. ملي ما كيخرجش منها الدم صافي كتكون الدجاجه طايبه. هنايا كندوز باش نصوطي الخضره من بعد ما تفورات. كندير شويه ديال الزيت في المقله، زيت البلديه، وكنضيف الخضر ديالي بنفس الطريقه. كنصوطيهم كاملين بنفس الطريقه من غير انه البطاطا وخيزو كنزيد لهم الكمون. البقيات ديال الخضر الاخرين لا ما كنزيدش لهم الكمون. صافي كندير لهم هاد الطريقه هذه وكيكونوا مصوطين وزوينين وبنان صراحه كيجيو واعرين. وكنضيفوهم للدجاج ديالنا من بعد ما خرجناه. صدقوني انه راه كيجي واعر ولذيذ صراحه. كنتمنى انكم تجربوه وترجعوا لي في التعاليق. ممكن الحشوه ممكن ديروا لها الدجاج ما كاينش المحبين ديال القشاوش ديال الدجاج، حنا كنقولوا لهم القشاوش اللي هي الكبده والقنصه وداكشي كله. صافي هنايا كما كتشوفوا خيزو جمعته مع القرعه باش ياكلوها الوليدات. وهنايا البطاطا واللوبيا راه كتجي فعلا رائعه. والدجاج كيجي على هذا الشكل هذا. المريقه اللي كانت كنصفيها كنديرها في السليف اللي باغي يغمس. الى فيديو الجاي مع وصفه جديده كنقول لكم بسلامه عليكم.